السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم البنات جيتكم بوصفة جديدة وهي الكنافة ولا قطايف ولا كل واحد كيفاه يقولها. المهم انني حندير الكنافة يعني محشية بالشوكولا. خي قلت لكم هذه ندير المقادير بسيطة، وانت كي تعود عندك المكونات يعني مليحة، يعني عندك بزاف مكونات، عندك الحشو تاع الكاوكاو ولا الجوز ولا اللوز ولا انت حشي كيما تحبي. انا نديرها لك بسيطة، ويعني تبعي الطرق برك تاعي، وانت الحشو كيما حبيتي، وطيب نفس الطياب وتتسقى نفس السقيه. يعني كيما نقولوا حنايا كل الحشو هو اللي يتبدل، بصح الطريقه تقعد هي. دوكم يعني نقول لكم برك يعني بلي هذه الكنافه اللي راني حنخدمها اليوم راهي ما سقمتليش اكثر من 40,000. يعني المكونات تاعها هذه راني شيتها ب 12,000. لا سمن لازم نخدمو بالسمن، تخدميش بالزبده، زبده فيها الماء. هذه هاد كما نقول حنايا الخيوط تاع تاع الكنافه، يعني دير لك ما تصلحلكش خاطرش الماء يندي الحاجه، والسمن يخليها قاسيه ما يابسه شغل تجيك تتقرمش. قلت لكم هذه شيتها ب 12,000. شريت كما هذه برك الشوكولا للطلي، وشريت واحد عسل. هذا يعني هي هذوما المكونات تاع الكنافه تاع نهار اليوم. ما نطولش عليكم، نبدا. كما نقول حنايا هاد القطايف نديروهم بالسمن، تسرديهم بالسمن، دخلي السمن لازم يدخل فيها كامل. قلت لكم باه تجي تتقرمش، ما هو اللي يبس هاد الخيوط تاع القطايف. لما انا ننسى كلمه القطايف نقولها الكنافه كما يقولوا السوريين. هكا دوكا ندخل فيها كامل هكا. وما زالت لي ماهيش هذه برك هذه شيتها ب 12,000، ما زالت انا قلت نخدم بهذه، واذا ما كفاتنيش نزيد ندير بحال وحده اخرى كونتيتي اخرى. هذه قلت لكم كامله شيتها ب 12,000. يعني قلت لكم حوايج بسيطه تفرحي بها وليداتك، يعني والله الدنيا وما فيها. ما تخليهمش كنقولوا حنايا يهزوا البورطابل ويسخفوا في المأكولات، يعني ما يخرجوا لهم يعني على غير هذا، ماشي يعني هما اللي يروحوا، بس ولا كيشوفوا الحاجه كحنا كبار ونسخفوا. خلي كاع الوليدات الصغيرين. نتمنى اي ام تفرح وليداتها ولو كان يعني بحاجه بسيطه. هما حوايج تاع الفور يحبوا، هكا الحوايج تاع العسل اللي يحبوا البنات. انا هنا دخلت لها السمن هنا في هاد القطايف كامل. دوكا واش ندير؟ خدمتها ساهله، تخدميها بفرمشه عين. انا نكذبش عليكم اول مره نديرها، بصح خدمتها ساهله يبينات تما، ماشي اني اليوم اول مره حنديرها معكم. شغل ما تعرفيش الخدمه يعني يصدمي عليها. قولي لازم نتعلم، لا صلحت لي صلحت، اذا ما صلحتش نعاود نصلحها مره اخرى، نزيد نعاود نشوف طريقه واحده اخرى. انا والله قلت لكم هذه دائما كنشوف بزاف لي شاف انهم كيفاه يخدموها، وقلت يجي نهار بربي ان شاء الله اللي نديرها، وبربي ان شاء الله دوك تصلح معاكم وتشوفوها للاخير. البنات حلوها بالعقل. كاين اللي يحلها بالموس، انا حليتها بيدي. انا مع شريتها بعد حطيتها في الكونجيلاتور حتى بزمنش لميت هاد المكونات تاعها، وكي حليتها بيدي، ما استعملت لا مقص لا حتى حاجه. اي ليه تتفتح، يعني ماهيش صعيبه، خلاص تتفتح عادي. البنات انا هنايا راني دخلت السمن في هاد القطايف كامل. دوك نولي نحطها في الصحن اللي نطيب فيه. الصحن البنات البلا اللي نطيب فيه لازم يكون مدهون مليح بالسمن، ما ديريش الزبده، قلنا السمن انا شيت بطه صغيره برك، نخاف يقولوا على الاشهار ولا دوك نقول لكم زي مالي شريته من قبل وخبيته. هذا هو السمن اللي شريته ب 19,000. نعم اللي كاين غير هذاك نقول حنا تاع المدينه الصغير تاع 40,000. كي رحت لقيت هذا اللي صغير شريته وخبيته. مرة زدت شريت هذه الكنافه، واللي مشيت الشوكولاته اختيني. هادشي لازم تشري كلشي في الضربه،
كل مره خطفي حاجه وخبيها. المهم هذه هي القطايف، هاني درتها نديتها كامل بالسمن. البنات دوكا نولي هذا هو البلا اللي راح نطيب فيه. دوك واش هاني دهنته مليح بالسمن، ودوك نحط هاد القطايف كامل هنايا. واش ندير لها دوك؟ لا جاتني بزاف نعاود نحيها، نحي منها. دوكا واش ندير لها؟ هي باينه بزاف، نقص برك. دوك واش ندير لها؟ نوزعها على المول كامل، وكي نوزعها على المول نولي نتركز عليها. داكشي ما طيبش كنفخفخها، لازم تركزي عليها وما تخافيش. اي بالسمن ويطيب كما نقولوا حنا، يطيب مديره في بعضها. نوزعها كامل هكا. شوفوا البنات، انا واش درت؟ السطح هذا تاعو حكمت التركز، جبت هذا الصحن باقي نتركز حتى حسيت يعني صح، يعني دار خبط خلاص هذا السطح تاع الاول. وهنا واش درت؟ هذه الطاوله سخن ذوبت فيها السمن. كي ذوبت فيها السمن دوكا هذه شوكولاته اختيني تكون جامده. واش درت لها هنايا؟ حكمت حطيتها هنايا في هذيك الطاوه تاع السمن وسخنتها. شوفوا دوكا كيفاه ولات. انا شفت قداه واحد قداه شاف يخدم بها، والله البنات يخليها كيك جامده وبالسيبه يحركوها. ماشي انا نقول لكم انا فحله، بصح عطيتكم برك يعني قلت لكم نخبي عليكم حتى سر، كل سر يعني كيما نقول حنا حاجه حتفيدكم وتساعدكم، والله ما نبخلكم فيه. البنات شوفوا دوك هاني حطيت هذه الشيكولا، هاني حطيتها كامله وزعتها على السطح. يعني بلا هذيك البطه كفاتني يعود المول تاعها قد تاعي. وهذا كان تاع هنايا استخدمت القطايف، هاني درت لها ثاني شويه سمن، ودركا نولي نزيد نحطها على السطح في الجهه العلويه هكا. نحط بشويه برك حتى نملى السطح كامل، ونزيد نتركز عليه كما تركزت عليه المره الاولى في هذيك الجهه السفليه. البنات دوكا راني درت انا عدلت هذا السطح الفوقاني، ودركا نولي نزيد نشربها برك هكا بالسمن. قلت لكم ما تستعملوش الزبده، تولها الزبده يتيبس تفزتها، سواء تلقاوهاش بهذاك المذاق اللي نقولوا حنايا اليابس، هذاك اللي يتقرمش، تلقاوها طريه هكا مرخونه يعني ما فيهاش حتى القوام. دوكا واش نديرو؟ نحط نطيبها في الفور 180 درجه. كي نلقاو الحراف تاعها بداو يصفاروا، انا كيما هذا ترونسبارون نعسو نشوفو من تحت كيطيب. اللي ما واحد تاعها شويه غامق، كي تلقاي الحراف بداو يحمروا شويه هكا، ازربي طفي وبقطي من فوق. واللي الفور تاعها بقات من فوق وملوط يعني تبقت مع بعضهم وتعس. كي تشوفها حمارت طفي عليها. البنات هنايا الكنافه تاعي هاي هنايا طابت، حطيتها طيبتها على 180 درجه، حكمت لي واحد ربع ساعه. شويه برك هنايا الشيكولا كي تركزت عليها مليح الشيكولا خرجت، هي اللي دارت لي هاد الحموره اللي هنايا. دوك هذا العسل انا سخنته شويه. نعطيكم سر واحد اخر تضيفوه مع العسل، ما حطيت فيه حتى حاجه، حطيت فيه طريف سمن باه هذه كي تاكلوها تجيكم طريه ما تجيكمش يابسه بزاف. هذا تاني سر، حطوه للقطايف، حطوه للكنافه. المهم وين العسل في الكنافه حطوا غير السمن، ما تحطوش الزبده بتجيكم طريه. واني دفيته برك ماشي يعني سخون، باسكو هي بعدا سخونه. درك نسقيها. ونخليها تشرب بالعقل. البنات هاو الشكل النهائي تاع القطايف تاعنا. قلت لكم اني اول مره هاني خدمته معكم، وهاو صلاح بربي ان شاء الله ما قدرتش باك نقطع على خاطرك شاده وخرجت من الفور يعني مازال حتى مازالت سخونه.
كيما شربت لها هذاك العسل، قلت لكم ما درت له حتى اضافه هذاك الزهر، ولا تعودوا تزيدوا له خاطر شويه يتفسد لكم، ما تجيش تقرمش، تطرى لكم خلاص. زدت لها طريف سمن. هذا السمن هو اللي يخليها كيما نقولوا حنايا تجي حاكمه روحها، يعني ما يخليهاش يعني تفتفت هذيك الشعيرات تاعها يتفتفتوا. وقلت لكم على هذيك المغرفه تاع السمن الاضافه، البنات اعتمدوها ميم في القطايف كديروهم. عودوا دائما صبوا فوق تاني بقلاوه، حطوا طريف سمن في العسل، وسقيو به البقلاوه ولا سقيو به القطايف تاعكم. نتمنى الفكره عجبتكم. انا هادو حبيبات تاع الجوز ثاني كانوا عندي نخدم هكا ونخبي يعني من قبل. هذيك هذه الشيكولا اني اللي تاع الحشو خليت منها مغرفه، وجيت كي حندهن بها الوجه ما قدرتش ندهن بها باسكو هي بعد شويه وما كفاتنيش، وليت حطيتها في النص برك وصبيت عليها هذوك الجوز كونكاسي. المهم نتمنى عجبتكم القطايف، نتمنى تعلقوا لي تشاركوا في القناه.